في مدينة شيكاغو الأمريكية، وتحديدا يوم 11 إبريل سنة 1981، بتدخل الموظفة اللي مسؤولة عن خزينة البنك وبتخش معاها عميلة علشان تاخد حاجة من الخزنة الخاصة بيها. بتيجي العميلة علشان تدخل المفتاح في القفل وتفتح الخزنة، بتتفاجئ إن القفل مكسور، وساعتها بيكتشفوا إن أغلب الصناديق اللي موجودة تم كسر الإقفال بتاعتها وسرقة كل المحتويات الثمينة اللي موجودة جوه الخزن دي. لكن الغريبة إن الخزن دي إزاي اتسرقت؟ يعني لا في كسر في الباب ولا في تكسير في الحيطة، مفيش أي دليل واحد على عملية عنف حصلت جوه الخزنة. وكمان كل الإقفال المكسورة رجعت مكانها بطريقة تدل إن مفيش أي حد كان موجود جوه الخزنة. العملية دي واحدة من السرقات المميزة والذكية اللي حصلت في تاريخ سرقات البنوك. وعلشان نعرف العملية دي حصلت إزاي، تعالوا نرجع للحكاية من الأول. أنا أخوكم عمرو مصطفى، ودي قناتكم الحكاية بودكاست. في الثمانينات وفي ولاية شيكاغو الأمريكية كان في بنك وطني فيدرالي تابع للحكومة. البنك ده موجود في بلدة اسمها بنتون. النظام جوه البنك ده غير المفاتيح والأرقام السرية بتاعته، الخزنة الكبيرة بتاعته كان زيادة أمان معمول لها مؤقت للوقت. يعني مثلا البنك بيشتغل من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 5 بالليل، فأول ما بينتهي الدوام بيظبطوا المؤقت ده لحد الساعة 9 الصبح. يعني 16 ساعة دول استحالة الخزنة تفتح، حتى لو مع حضرتك الرقم السري بتاع الخزنة لازم الوقت يعدي وبعدين تفتح بالرقم السري. النظام اللي موجود هناك السبت والحد بيبقوا أجازة في البنوك الأمريكية، لكن البنك ده بيشتغل يوم السبت نص يوم وبيستأنف الشغل بتاعه يوم الاثنين. وعلشان كده الموظفة اللي مسؤولة عن الخزنة دي بعد ما بتخلص الدوام بتاعها بتظبط المؤقت بعدد الساعات المتبقية لحد ما يفتحوا في الميعاد بتاعهم. الخزنة الكبيرة دي كانت عبارة عن أوضة فيها مجموعة من الخزن الصغيرة، واللي بتتفتح عن طريق مفتاحين، مفتاح مع موظفة البنك والمفتاح التاني مع الشخص صاحب الخزنة الصغيرة. يوم الاثنين لما جت العميلة اللي عايزة تاخد حاجة من الخزنة بتاعتها، وأثناء ما بيحطوا المفاتيح جوه الإقفال اكتشفوا إن الإقفال أغلبها مكسور، بس مكسور بعناية، وكأن السارق قاصد إن العملية بتاعته ما يتمش اكتشافها في وقتها. ولما عملوا جرد لعدد الخزن المسروقة لقوا إن الحاجات اللي موجودة والممتلكات اللي اتسرقت قيمتها أكتر من $1,000,000، وده طبعا كان مبلغ كبير أوي وقتها. لما الشرطة وصلت للمكان وبدأت إنها تعاين الخزنة، الموضوع كان غريب بالنسبة لهم. مفيش أي مدخل يقدر يدخل منه الحرامي للخزنة دي غير الباب، وزي ما قلت لحضراتكم لا كان في كسر في الباب ولا فتحة في الحيطة ولا أي حاجة تدخل الحرامي جوه البنك. الغريب بقى إنه هما بيحققوا لقوا منبه قديم محطوط فوق الخزن، وكمان لقوا أدوات تكسير موجودة جوه الخزنة وبقايا أكل وشرب. لكن طبعا ما كانش عندهم تفسير السارق دخل إزاي وطلع المسروقات اللي خدها إزاي. بدأ رجال الأمن إنهم يقولوا إن اللي سرق الخزنة دي أكيد ليه خزنة جوه البنك علشان يقدر يتردد عليه ويعرف نظام الأمان اللي موجود جوه الخزنة. فبدأوا يجردوا الأسماء اللي موجودة ويطبقوها على الواقع. لقوا إن في اسمين أسماء وهمية، وتأكدوا إن واحد من الاسمين دول هو الحرامي، لكن طبعا ما يدروش يوصلوا لأي حاجة. وبتعدي سنة كاملة على الواقعة دي. وفي بنك تاني من البنوك كان في راجل داخل الحمام، ومرة واحدة بتقع حتة من السقف المعلق عليه، وبتهيأله انه شاف حركة كده جوه السقف المعلق،
فبيبلغ عامل النظافة، واللي بيطلع يبص جوه السقف وينور بالكشاف بتاعه فبيشوف رجل إنسان. بيبلغ رجال الأمن، واللي بيقبضوا على شخص كان مستخبي في السقف المعلق ده، واللي تبين بعد كده إن السقف ده بيوصل للخزنة بتاعة البنك. الشخص اللي اتقبض عليه كان اسمه ويليام سمارت، ولقوا معاه نفس المعدات اللي اتمسكت في البنك الأولاني. ده مش بس كده، ولقوا معاه منبه قديم. بدأوا يربطوا السرقتين ببعض وواجهوه بالمعلومات دي، لكنه أنكر. إنما بعد ما اتحكم عليه ب20 سنة بيتفقوا معاه إنه لو قدر يرجع المسروقات اللي اتسرقت دي هيخففوا العقوبة بتاعته. وفعلا بيرجع لهم المسروقات، وبيتم تخفيف العقوبة ل8 سنين بس. لكن برضو كان عندهم شرط واحد، إنه يحكي لهم إزاي نفذ سرقته الأولانية. وهنا بيبدأ ويليام سمارت يحكي لهم إيه اللي حصل بالظبط. سمارت كان كوافير حريمي، والشغلانة دي كانت بتجيب له فلوس كويسة، لكن هو كانت تطلعاته أكبر من كده. ده غير روح المغامرة اللي هو بيعشقها، وده على حسب اعترافاته. بدأ يتابع أفرع البنوك اللي موجودين في الولاية، ولما لقى البنك ده ولقاه هدف مناسب بدأ يحط الخطة بتاعته. وكان أولها إنه يعتمد على أخوه ويخشوا البنك ويأجروا خزنة من الخزن اللي موجودة علشان يقدروا يترددوا على البنك ويدرسوا نظام الحماية اللي فيه كويس. أول ما بيخش بيكتشف إن في موظفة هي اللي مسؤولة عن الخزنة، وبدأ يوطد علاقته بيها. ولأنه كوافير حريمي وشغلانته دايما مع الستات، فبيقدر في فترة قريبة إنه يعمل علاقة صداقة ما بينه وبين الموظفة دي. وعلشان نعرف إيه اللي بيحصل في البنك هقولك إنه لما بيجي علشان يطمن على الخزنة بتاعته أو عايز يودع حاجة بتخش معاه الموظفة وبتفتح الخزنة بالمفتاح بتاعها، وبعدين هو بيفتح بالمفتاح بتاعه وبيطلع صندوق جوه الخزنة يحطه على الترابيزة اللي موجودة جوه. وهنا الموظفة بتسيبه وتطلع كنوع من أنواع الخصوصية. ومرة على مرة بدأ إنه يدخل معدات التكسير وكل حاجة هيحتاجها في العملية دي مرة ورا مرة، ويحطهم جوه الخزنة الخاصة بيه. بعد ما دخل الحاجة اللي هيحتاجها بدأ إنه يفحص أجهزة الإنذار اللي موجودة جوه الخزنة. لقى إن جهاز الإنذار اللي موجود جوه هو إنذار صوتي، يعني الجهاز ده يشتغل لما يسمع أي صوت ناتج عن تكسير في الحيطة، حفر في الأرض، كسر في الخزن، وده مربوط مباشرة بأقرب اسم شرطة. ولأن جهاز الإنذار اللي موجود ده كان جهاز بدائي خرم السماعات بتاعته، يعني طلعه بره الخدمة بدون ما يبين إن هو أتلف جهاز الإنذار ده. وبيجيب ساعة قديمة وبيظبط المنبه بتاعها على الساعة 12 منتصف الليل، وبيحط الساعة دي فوق الخزن وبيستنى بره البنك لحد ما بتيجي الساعة 12 بالليل علشان يتأكد ان مفيش اي اجهزة انذار تانية موجودة جوه الخزنة. لكن بيتفاجئ برجال الشرطة جايين بناء على الانذار اللي راح لهم، ولما بيتأكدوا ان مفيش اي حاجة بيرجعوا تاني. وهنا بيتأكد ان في جهاز انذار تاني مخفي جوه الخزنة، وبيدور عليه لحد ما بيلاقيه ورا كرتونة من الكراتين اللي موجودة وبيبوظه، وبيكرر نفس الحركة تاني ويظبط المنبه. لكن رجال الشرطة ما بتجيش، وهنا بيتأكد انه قدر يبوظ كل اجهزة الانذار اللي موجودة جوه الخزنة. نيجي بقى للمرحلة اللي بعد كده. يوم السبت بيخش هو واخوه علشان يبصوا على الخزنة بتاعتهم. اخوه بيتكلم مع الموظفة وبيخش سمارت جوه الخزنة. لاحظوا ان من كتر مراقبتهم للبنك عرفوا ان الموظفين بيهتموا بدخولك جوه الخزنة، لكن ما بيهتموش بيك لما تطلع منها. ومن هنا بنى الخطة بتاعته. نظام الخزن كان محطوط جنب بعضه، وفي الركن ده كان عامل فراغ ورا الخزنتين. الفراغ ده
بيخش سمارت يستخبى فيه لحد ما بتنتهي مواعيد العمل الرسمية. واحنا قلنا ان يوم السبت بيشتغلوا نص يوم بس، وبيرجعوا يشتغلوا تاني يوم الاثنين. يعني الفترة الكبيرة دي كفيلة انه ينفذ اللي هو جاي علشانه. وفعلا الموظفة ما بتاخدش بالها انه طلع من الخزنة ولا لا، ومع نهاية اليوم بتقفل الباب بتاع الخزنة وبتظبط المؤقت اللي موجود في الخزنة على يوم الاثنين الساعة 9 صباحا. بيبدأ سمارت انه يطلع العدة بتاعته اللي كان مخبيها والاكل والشرب، وبيبدأ يفتح الخزنة. لكن طبعا هو مش عايز الخزن تبان مكسورة، فبيجيب مسمار على قد القفل نفسه وبيبدأ يدق على المسمار لحد ما بيكسر القفل. بيطلع الحاجات اللي موجودة جوه الخزن ويحطها في شنط كانت معاه، ولأن الوقت طويل فده خلاه ينفذ مهمته على أكمل وجه. وكده كده أكله وشربه موجودين معاه. ويوم الاثنين بتفتح الموظفة الخزنة وبتلاقي الأمور ممتازة، الخزن زي ما هي، مفيش أي حاجة متغيرة. وبيستنى سمارت الوقت المناسب وبيطلع وهو لابس لبس عمال. هتقول لحضرتك لبس عمال ايه؟ هقولك ان كانت في صيانة جوه البنك، وكانت في شركة مسؤولة عن الصيانة دي، وطبعا كان عندهم اللبس الخاص بتاعهم. بيلبس سمارت اللبس بتاعهم وبيطلع وهو ماسك شنطتين، وطبعا باب الخزنة الرئيسي كده كده مفتوح. بيستنى الفرصة المناسبة وبيطلع من الخزنة وهو شايل الشنط، فالناس بتفتكره عامل من ضمن العمال اللي موجودة اللي شغالين في الصيانة، فمفيش حد بيستغرب من وجوده. بينزل تحت بيلاقي أخوه مستنيه ومعاه العربية، وبيحط الشنط اللي معاه وبيمشي. ولولا انه قرر موضوع السرقة دي ما كانش اتمسك ولا حد حس بيه، لكن الطمع هو اللي وقعه. ولحد هنا بتخلص الحكاية بتاعتنا. بتمنى من حضراتكم تشتركوا في القناة وتعملوا إعجاب للفيديو، وإن شاء الله نتقابل في مواضيع تانية بإذن الله.